احنا عملنا اكتر من وصفة قطايف هنا، بس زي الوصفة دي ما عملناش فعلا قبل كده. دي بقى اللي هتديكم فعلا قطايف مثالية بمسامات ضيقة ولون ذهبي ملفوف بدوران ابيض زي اللي بتجيبوها من بره بالظبط. وهقول لكم على كل الاخطاء اللي ممكن تقعوا فيها وانتوا بتعملوا قطايف في البيت علشان تطلع معاكم مظبوطة ولا غلطة. هحتاج في الخلاط 3 اكواب من المية وعليهم معلقتين كبار من السكر، والطبق ده فيه نص معلقة صغيرة من الخميرة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وطبعا رشة ملح اساسية، معلقتين كبار من الحليب البودرة، وهنا بزود كوبايتين من الدقيق، واخر حاجة هضيف نص كوباية من السميد. اخدت بقى كل المكونات دي وشغلت عليهم الخلاط كده لمدة 5 دقايق، وكده بقت عجينة القطايف جاهزة معانا. وعلشان نضمن ان العجينة بتاعتنا سمكها ناعم خالص وما فيهوش اي كلكعة بعديها كده على مصر. ونيجي بقى لاهم ملحوظة، ان القطايف مش بتخمر. القطايف لو خمرت بتديكم مسامات واسعة وفقاعات هواء كبيرة، فاحنا يا دوب بنريحها بس 10 دقايق قبل التسوية. بنحتاج بقى للتسوية طاسة تكون غير قابلة للالتصاق، يعني تيفال او جرانيت، اي حاجة تكون مش بتلزق. اما الستانلس او الالومنيوم ما ينفعش خالص في التسوية. بنحط الطاسة بتاعتنا على نار متوسطة ونسيبها تسخن كويس، وبعد كده نصب فيها عجينة القطايف. بنبدأ بقى نسوي القطايف بتاعتنا ونحط كمية العجينة اللي احنا عايزينها حسب حجم القطايف طبعا، ونتابع عملية التسوية. اول ما بتحطوا العجينة كده على الطاسة بتبدأ تظهر فقاعات هواء صغيرة جدا، وبتبدأ علامة العجين تختفي شوية بشوية. لما علامة العجين اللي فوق دي بتروح خالص كده بنتأكد ان القطايف بتاعتنا استوت تماما، وبنبدأ بقى نرفعها كده بسباتيولا من الجنب، وكده تبقى استوت معانا كويس جدا. شوفوا بقى مسامات القطايف بتبقى تجنن ازاي، ضيقة خالص، يعني مش مسامات كبيرة كده وعلى مسافات متباعدة، لا مسامات ضيقة خالص ومرصوصة جنب بعضها. وفي نفس الوقت على الجهة التانية هتلاقوا القطايف واخدة لون ذهبي وملفوفة كده بدوران ابيض، وده اللي بيميز شكل القطايف. هنجهز بقى الشربات، عبارة عن 2.5 كوباية من السكر و2.5 كوباية من المية. بنرفعهم على النار، واول ما يغلي بنضيف عصرة نص ليمونة علشان ما يسكرش معانا، ونحسب له بعد الغليان بالظبط ربع ساعة، وبعد كده نطفي عليه ونحطه في طبق ونسيبه على جنب يبرد تماما. ممكن بقى تنكهوه بالفانيليا او بمية الورد، انا ضفت له معلقة من مية الورد. ودلوقتي بقى هنجهز حشوة القطايف. انا استخدمت زبيب وجوز هند، واستخدمت كمان فول سوداني وفستق، وكان عندي شوية من البندق برضو. زودت عليهم معلقة صغيرة من القرفة ومعلقتين كبار من الشربات اللي احنا جهزناه دلوقتي للقطايف. ده بيخلي الحشوة كلها تمسك في بعضها وما تبقاش مفرفطة كده او مفرطة جوه القطايف. هنبدأ بقى نحشي القطايف بتاعتنا كده، نحط حشوة كويسة في النص، ما تقللوش الحشوة، زودوها علشان تبقى وحدة القطايف منفوخة كده وفيها حشوة كتير من جوه. وبعد كده تقفلوها باطراف صوابعكم كده وتضغطوا عليها كويس. وتقدروا بقى تفرزوا القطايف بس في حاله واحده، انكم تفرزوها محشيه ومتقفله. لو فرزتوها وهي فاضيه ومفتوحه كده مستحيل بعد كده تقفل معاكم، فلازم بنحشيها ونقفلها وبعد كده نرصها في اكياس وندخلها الفريزر. انا بقى من عشاق القطايف بحشوه التمر، فعملت لي كده كام واحده بالتمر. طبعا بحطه كده من غير اي اضافات عليه، يعني دوب بس بشيل منه النوى وبحشي بيه القطايف وبقفل كويس. وتقدروا كمان تعملوا شويه كده بالجبنه الموتزاريلا، طبعا الجبنه دي ملح خفيف فمش هتاثر خالص على طعم القطايف. تقدروا كمان تحشوها بالقشطه العربي، يعني اي حشوه مفضله بالنسبه لكم تقدروا تحشوا بيها. هنبدا بقى نقلي القطايف بتاعتنا. القطايف بتتقلي في زيت سخن على نار متوسطه. الزيت طبعا بتاع القطايف مش لازم يكون غزير قوي، يعني لو مغطي بس كده نص القطايف يبقى كويس، يعني تبقى كميه كويسه من الزيت. الزيت بقى اللي هنقلي فيه القطايف مهم قوي يكون زيت سخن وعلى نار متوسطه، لان النار لو عاليه القطايف هتنزل تاخد لون بسرعه وتطلع طريه معاكم. فلو حابينها تبقى مقرمشه لازم تسيبوها وقتها في الزيت والنار تكون وسط علشان ما تلونش بسرعه وتطلع مقرمشه. بنخليها بقى تاخد لون ذهبي حلو كده، وبعد كده نصفيها كويس من الزيت، ومن الزيت على الشربات التقيل البارد. وطبعا القطايف مش لازم تاكلوها مقليه، ممكن تشوها في الفرن، يعني تحطوها كده في صينيه وتدوها بخة زيت من الناحيتين وتدخلوها الفرن تاخد لون كده وتقرمش، تكون تحت الشوايه. وعلى فكره القطايف المشويه في الفرن فعلا بيبقى طعمها تحفه جدا وبتبقى اخف كتير، لكن الفرق الوحيد ما بينها وما بين المقليه في الزيت انها بتكون يعني المقليه في الزيت مقرمشه اكتر. فلو مش فارق معاكم قوي القرمشه تقدروا تعملوها في الفرن عادي. عايزاكم بقى تتاملوا معايا جمال وطعامه القطايف اللي معموله في البيت، يعني حاجه معموله بايديكم في البيت من الصفر لغايه ما تقدموها، مفيش احلى ولا اطعم من كده. النقطه الاهم بقى لو جهزتوا كده طبق القطايف وحابين تحطوه على السفره او في المطبخ اللي رايح واللي جاي كده ياكل منه، وحابين انه يفضل مقرمش وما يطراش بسرعه معاكم، بلاش تغطوه. ولو هتغطوه تغطوه بحاجه يكون فيها ثقوب زي مثلا مصفى او شبكه، يعني حاجه كده تسمح بدخول الهواء علشان ما تطراش معاكم. وبس كده عملنا احلى والذ وانجح وصفه قطايف في البيت، ممكن تعملوها وتنجح معاكم من اول مره.